$20 ممكن يسرقوا لكم سيارتكم، بتقولوا لي كيف؟ حاشرح لكم بس بعد صباح الخير. اذا كنتوا عم تروحوا على حفلات، على مولات، على مهرجانات، او حتى مطاعم او اعراس، في ناس نص حراميه عم بروحوا معكم على العرس، بتقولوا لي ليش جاي ينقط العروس؟ لا، بالحقيقه جاي على الباركينج تبع العرس ليلقط سيارات بلا ينقط حدا، ليش هيك سميته نص حرامي. شو بروح بيعمل؟ اخذ معه كم حبه من هون اسمهم اير تاجز، هدول ببيعوهم عاده مشان يحطوهم بالشنط للسفر ما تضيع شنطتك. شو بيعملوا زياده؟ بيضيفوا عليهم وحده من هون، البيت تبعها كاوتشوك هيدي ولا مغناطيس من هون، مشان يوقف تحت سيارتك 3 ثواني بس وبيعلق المغناطيس حد الاشكمان تحت الموتور تحت الباب وبيمشي. هي شغلته، مشان هيك سميته نص حرامي، هو ما شغلته يسرق. بس بكندا لا، بالحقيقه مش بس بكندا، موجوده حتى بالدول العربيه، بيدفعوا $100 لتبع غسيل السيارات لينقي كم سياره مطلوبه للبيع، بحط لهم وحده فيها وبياخذ حقها $100، وهن بيلحقوا السياره على رواق بقى، وين وقفت وين راحت ليلاقوا محل نظيف ظريف يقدر ياخذوا السياره منه بامان. بتقول لي هذا تقنيات جديده؟ والله ما بعرف، هن كمان حراميه ما عم يفدوا خي، ما عم يفدوا، شو بده يلحقوا يسرقوا ليسرقوا؟ قادرين يسرقوا مباشر وبيحجزوا هون لبعدين، شو بقطعوا حالهم يسرق سياره ويحمل سياره ويشحن سياره ويفرط سياره؟ ما عم بيلحقوا، بيحجزوا هون لبعدين. فمن بعد امركم ديروا بالكم، انا عارف الامور ما سهله، بس يعني الواحد كمان ما ناقصه نكسات.